حابه ازاي؟ تجربه شركات الامن في تامين الماتشات بتاعه المنتخب ما نجحتش. اصل خلي بالك دلوقتي انت زي ما حضرتك قلت، انت كل شاب عنده في قناعته دلوقتي يعني العربي كده ايه، ما عادش زي زمان، يعني ما عادش انت ليك كبير. يعني بغض النظر عن السلبيات والايجابيات، ما حضرتك كنت بتشوف ضابط زمان كنت بتبقى قصه يعني ساخره بقى. دلوقتي انت بتشوف تسخن، كلمني كده ازاي انت هتخش في موضوع، فاهم قصدي؟ الشاب لو جماعه تسخن اكتر، طب ده بقى مش ضابط، هيقول لك ايه؟ هتتقبل منه ايه؟ يا كابتن، ما برضه يعني البرامج برضه ساعات بتخلي الشباب بتصير شباب اكتر. يعني انا شفت حضرتك قبل ساعه ما يعني موضوع الزمالك الشباب اللي ماتت دي في ماتش بتاع انبي دوت، انا شفت الحلقه. كان في ماتش قبليها، لا كان ده يوميها يوم الحادثه. شفت حضرتك كان معاك تقريبا مش عارف كابتن مصطفى يونس ولا كابتن طارق يحيى. فالمراسل قال لحضرتك في مواجهه بين الشرطه وبين جمهور الزمالك. فانا اتفرجت على الحلقه، كنت بتفرج في ناس من حضرتك قالوا ايه، ويمكن معلش ما يمكن حضرتك قلت ادوم على دماغهم، ادوم على دماغهم مش عارف ايه، ويعني كنت سخنت شويه على الشباب. وبعد الحلقه يعني لما ثاني يوم انا اتفرجت على حضرتك لقيت حضرتك كنت بتعيط صراحه، سايب عليك الناس اللي ماتت كنت بتعيط. انا بتكلم ان ممكن فكره ان انت ايه الشباب بتلاقي مثلا زي حضرتك او برامج ثانيه مثلا من هي بتقول ايه ادوم على دماغهم مش عارف ايه، يعني دي يمكن بتسخنهم اكتر. غير مثلا زي ما حضرتك بتقول ايه، نشوف مبادره نشوف حاجه، يعني الناس لو حضرتك الشباب. بس احنا برضه في الخروج عن النص انت نفسك بتتضايق. يعني انت حضرتك ايه اصلا؟ يعني حضرتك يعني قصدي ناخد اللين مع الشباب، يمكن مثلا نكسبهم. ما انت حضرتك بتاخد اللين بس في مواقف معينه حضرتك عايز تنفذ القانون. يعني فاهم؟ حضرتك عندك محل النهارده كويس؟ اي مشروع يوم النهارده 5 شباب النهارده فرشوا قدام حضرتك بيبيعوا حاجات، اول خطوه تعمل ايه؟ تتكلم بالبق؟ لا خلاص احنا مش ماشيين وده مكاننا واحنا قاعدين. رحت حضرتك النهارده الاسم عملت بلاغه، هتقول له رئيس مباحث ايه؟ قال لك احنا هنمشيهم بالعافيه، هننفذ القانون ما تقلقش. هتقول له ايه؟ لا افتح الحوار. مش هتقول له افتح الحوار لان انت هنا صاحب مصلحه عايز تنفذ القانون. فدي مشكلتنا، احنا ساعات بنتضايق ليه؟ انت حضرتك في منظومه وفي ناس شغاله واكل عيش وقصص وعايز ترجع الكوره وعندك احلام وطموحات، وتيجي تلاقيها فجاه بتقفل بلا سبب. طب ما عم هتخش هدي الدنيا، طب ادينا فرصه، ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده احنا قاعدين نادي ربع الجمهور. لما بتيجي بتلاقي الموقف كده تتضايق، زي موقف المغرب 30 واحد قاعد تشيل بيهم وتشيل بقى اهاليهم ويا جماعه كتر خيركم. الكاميرا جابتهم كمان، يعني الكاميرا جابتهم. انا شفت وفجاه تلاقي الدنيا بتولع، ما تبقاش عارف. كابتن احنا بنشكرك جدا انا اتشرفت بيك وبجد، يعني احنا كنا سعداء معاك النهارده، شرف ليا ويا رب تكون اتبسطت من الندوه بتاعتنا. ربنا يخليك. شكرا يا جماعه، شكرا.